الجريمة الكاملة ما كيناش. واخا المجرم ديال اليوم كان عبقري في الإجرام، ما خلى لا بصمات لا شهود، وحتى من الجوتات كان كيفصلهم بطريقة كتخلي أطباء التشريح مصدومين. كان كيسحاب ليه راسو مسح كاع الآثار، ولكن بسبب أغنية دازت بالصدفة في واحد المحل في الراديو هي اللي كانت الخيط اللي جر رجليه للمؤبد. جزار مونتريال، من تقطيع الملابس لتقطيع النساء، هذه هي قصة اليوم في الحقيقة الكاملة. نهار 15 نوفمبر عام 1991 ومع الخمسة ديال العشية بالضبط، الشرطة ديال مدينة غرب مونتريال غيوصلهم واحد الاتصال. الصوت في التليفون كان ديال أم في وضعية هستيرية وكتقطع بالبكا وكتغوت وكتقول للبوليس: لقيت بنتي مقتولة في الدار. البلاغ ما كانش عادي، والبوليس حسوا ان القضيه كبيره وتحركوا للعنوان المذكور. ملي وصلوا البوليس للمكان لقاو الدار هاديه والباب كان محلول والظلام طايح من غير الضو ديال التلفازه اللي كان شاعل في الصالون. تما شافوا المنظر اللي عمرهم غادي ينساوه. شانتال بريير، شابه في العشرينات، كانت طايحه على وجهها في الارض، يديها كانوا مربوطين اللور بسلك ديال الضو وفمها كان مسدود بطرف ديال الثوب باش ما تغوتش. ولكن ملي قربوا تقدية مسرح الجريمة اكتشفوا أن القضية ماشي غير قتل، القضية فيها وحشية في التعامل مع الجثة. القاتل كان دافع تقشيرة لداخل في الحلق ديال الضحية، والأخطر من هذا الشيء الجثة كانت مشوهة ومقطعة في مناطق حساسة بطريقة خلات المحققين يتبلوكاو. تقرير الطب الشرعي اللي جا من بعد هو اللي عطى الخيط الأول. الطبيب قال لهم هاد التقطيع للجثة ماشي عشوائي، القاتل عارف كيفاش يتعامل مع الجثة وعارف يقطعها، وحدد اللي يقدروا يقطعوا بهذه الطريقة، يا جراح أو صياد أو جزار محترف. وانطلاقا من هذه المعلومات بدا التحقيق في الجريمه، ولكن القاتل كان ذكي بزاف، ما خلى لا بصمات لا اثر اقتحام. يعني شانتال هي اللي حلات ليه الباب، وملي سولوا الام قالت لهم باللي بنتها كانت كتسنى واحد السيد، اتصل بها وقال لها باغي يشري الدار وجا باش يدير المعاينه. يعني القاتل دخل بصفه الزبون وغدر الضحيه وسط دارها. وفي الوقت اللي كانوا المحققين كيحاولوا يفكوا لغز مقتل شانتال، بداو كيديروا اتصالات مع مراكز الشرطه في المناطق المجاوره، وهنا تفرشت قدامهم الصوره الكامله والمرعبه. تبين ان شانتال ما كانتش هي الاولى. قبل منها بشويه سيده اخرى سميتها رولاند تقتلات في دارها بنفس الطريقه الوحشيه، خنق وتشويه دقيق للجثه ببصمه نفس القاتل. وزيد عليها المنطقه كانت كتعاني لمده شهور من واحد الظاهره غريبه: شخص مجهول كيدخل لديور الناس ملي كيكونوا غايبين، ما كيسرق والو، كيمشي نيشان للبيوت الناس، كيجبد الحوايج الداخليه ديال العيالات، كيقطعهم بالمقص وكيستفهم فوق الناموسيه على شكل جثه. المحققين هنا فهموا كل شيء. مول الحوايج هو نية القاتل، كان كيتدرب في الثوب، وملي وصل لدرجه الاشباع داز للتطبيق في البشر. وفي وسط هاد الطريق المسدود بان واحد الضو صغير. راجل شانتال اكتشف ان لاكارت كيشي ديال مراتو تسرقات. البوليس داروا مراقبه على الحساب، وفعلا بعد ساعه واحده من وقت الجريمه البطاقه استخدمت في واحد الموزع آلي في مدينه قريبه من مونتريال. البوليس من تبعوا بلاصه السحب لقاوه ميني ماركت، طلبوا يشوفوا الكاميرات ديال المحل باش يشوفوا وجه المجرم، ومنين شافوا الكاميرات لقاو مشكل تقني كبير. الكاميرات كانوا قدام والجوده عيانه، والمشكل الكبير هو ان التوقيت ما كانش كيطلع في الشاشه. الفيديو فيه بزاف د الناس خلصوا بلاكارت، ولكن البوليس ما قادرينش يعرفوا شكون فيهم اللي استعمل بطاقه شانتال حيت الكاميرات ما فيهاش الوقت. هنا واحد المحقق وهو كيعاود يتفرج في الفيديو لاحظ حاجه مهمه: الصوت اللي كان في الفيديو ديال الكاميرا كان مسجل صداع ديال الموسيقى مطلوقه في راديو محلي. المحقق ركز مزيان وسمع اغنيه فرنسيه مشهوره. في ديك اللحظه جاتو الفكره العبقريه، تواصلوا مع الاذاعه وطلبوا يعرفوا التوقيت اللي كانت مطلوقه فيه الاغنيه، وجبدوا ارشيف البث في ذاك التاريخ اللي استخدمت فيه البطاقه، وعرفوا التوقيت بالضبط وبالثانيه اللي دازت فيه ديك الاغنيه نهار 15 نوفمبر. وفعلا رجعوا للفيديو وطابقوا وقت الاغنيه مع الصوره، والنتيجه كانت قاطعه. في اللحظه اللي كانت الاغنيه خدامه كان واحد الراجل في الاربعينيات لابس مزيان ومعاه واحد المراه، هو اللي واقف في الماكينه وكيستعمل البطاقه. ومن بعد الفيديو بينوه هو خارج وركب في طوموبيل ديك المراه. البوليس تبعوا اثار المراه بلوحه السياره ديالها ووصلوا لدارها. ملي وراوها التصويره وسولوها شكون هو هذا الراجل، جاوبت بتلقائيه: هذا راجلي سميتو سيرج ارشامبو. وهنا لقاو القطعه الناقصه في البازل. شكون هو سيرج وشنو علاقته ببطاقه شانتال؟ سيرج عنده 36 عام، خدام ككوميرسيال، ولكن قبل كان خدام جزار لسنوات. المهنه ديالو فسرات الخبره الرهيبه في التقطيع اللي حيرات الطب الشرعي. وفي ديك الساعه قوه التدخل
حاصروه واعتقلوه. في تفتيش لاكاف ديال الدار لقاو الدليل القاطع، كاين ماتيريال كامل اللي تيحتاجو اي جزار، زائد انهم لقاو قرطاس من نفس النوع اللي تقتلوا به الضحايا واغراض شخصيه ديال الضحايا مخبيهم بحال شي جوائز. قدام هاد الادله سيرج نهار واعترف بكل برود الدم، اعترف بقتل شانتال واعترف بقتل رولاند، وزاد صدمهم ملي اعترف بجريمه كانت ميته في السجلات، قتل العشيقه ديالو السابقه أنا ماري اللي كانت غبرات هذه عامين، وقال لهم انه قتلها وقطع الجثه طروفه صغار ودفنها في الغابه، ووراهم البلاصه وفعلا لقاو البقايا ديالها. المحكمه شافت في وجه وحش حقيقي، والخبراء وصفوه بسادي جنسي كيستمتع بالدم والتعذيب. وفي عام 1993 القاضي نطق بحكم المؤبد باش يسد القوس على جزار مونتريال. هذه القصه بقات عبره كتبين ان المجرم واخا يكون ذكي ومحترف، وواخا يمسح البصمات ويغطي الاثار، يقدر تفصيل بسيط بحال اغنيه دايزه في الراديو قادره تطيحو وتفضح الجرائم ديالو كامله. السلام عليكم.